كنت رايح اخطب النهارده عقبالكم، وحصل معايا موقف موتني من الضحك، ده غير اني اتهزقت في نفس الوقت. ركز معايا بقى. امي كالعاده كانت جيبالي عروسه من ارشيف الافراح بتاعها. هفهمك ايه الارشيف ده. امي لما بتروح اي فرح ما بترجعش من غير لستة بنات وارقام هواتف وعناوين بنات مؤهله للجواز. المهم امبارح قالت لي في عروسه كويسه جدا، وانا اتفقت مع اهلها واحنا رايحين بكره. النهارده بقى لبست الطقم اللي على الحبل وجهزت نفسي ورحنا عند الناس واستقبلونا كويس جدا. واحنا قاعدين دخلت واحده بالعصير وكانت بسم الله ما شاء الله حاجه كده، تقول لي القمر قوم وانا هقعد مكانك. فرحت بقى وقلت اخيرا امي عرفت تختار. واحنا قاعدين بنتكلم ونتفق، فجاه ابو العروسه قال تسنيم تعالي شوفي عريسك. الصدمه هنا بقى لما دخلت واحده لابسه نضاره ازازها مضاد للرصاص ومش شايفه قدامها، وبيقول لها سلمي على عريسك. ساعتها راحت سلمت على امي. انا مش باخد بالمظاهر، بس بجد كان لازم اعترض. اكيد مش هستنى لما الاقيها بتربي ابن الجيران بدل ابننا. ولقيت نفسي بتلقائيه ومش عارف الكلمه طلعت مني ازاي. بقول للراجل لا يا عم الحاج بالله عليك انا عايز التانية اللي جابت العصير. الراجل بصلي كده وقال لي انت بتهزر يا استاذ، وقال لا امي ايه البني ادم اللي انت جيباه معاكي ده. القاضيه بقى لما عرفت ان التانية دي مرات الراجل اتمنيت ساعتها ان الارض تنشق وتبلعني، وفي الاخر اتطردنا.